السلام عليكم حبايبي طلاب تانية اعدادي، اهلا وسهلا بيكم في شرح الوحدة الثالثة. طيب لو انت ما اتفرجتش على قاعدة يونت 1 ويونت 2 هتلاقيني سايب لك القاعدتين موجودين عندك في صندوق الوصف. الوحدة الثالثة عندنا رجالة بتتكلم عن زمن مهم جدا وهو زمن الباست سيمبل، الماضي البسيط. طيب من اسمه كده الماضي هو الحاجة اللي تمت في الماضي وانتهت، يعني حاجة خلصت. طيب زي ما اتعودنا كل زمن بيكون ليه كي ووردز، كلمات بتدل على الزمن اللي هي الكشاف، اللي هي بقى الكلمة اللي لما اشوفها اعرف ان ده زمن ماضي بسيط. طيب هناخد الكلمات اللي بتدل على الزمن، والحاجه الثانيه اللي لازم تعرفها في اي زمن ان كل جمله لها 3 اشكال. ايه هي اشكال الجمله؟ قلنا جمله مثبته زي ما اقول لك احمد ذهب الى المدرسه، ده في الماضي. طيب الاثبات بقى احمد لم يذهب، النفي بقى احمد لم يذهب، محتاج تنفي بكلمه لا. طيب والسؤال هسال اقول هل احمد ذهب الى المدرسه، او لماذا او كيف ذهب احمد الى المدرسه. طيب ندخل بقى في القاعده على طول. قلنا ان الماضي البسيط في كلمات بتدل عليه بنسميها الكي ووردز او الكشاف. ايه هي الكلمات اللي بتدل على الماضي؟ من استخدامه كده يا شباب، الماضي ده هو الحاجه اللي انتهت، فاول كلمه مهمه بتدل على الماضي هي عندي كلمه يسترداي. يعني ايه بقى كلمه يسترداي دي؟ معناها امبارح او الامس، الحاجه دي خلاص خلصت في الماضي. الكلمه اللي بعدها وبتدل عليه كلمه مهمه جدا وهي كلمه لاست. خلي بالك لاست معناها اللي فات، يعني السابق. لاست دايما بيجي وراها مده زمنيه، يعني مثلا لاست ويك يعني الاسبوع الايه اللي فات مثلا. قول بقى اي مده زمنيه، لاست مانث الشهر الايه اللي فات. ممكن تقول لي برضو لاست يير. خلاص دي كلها لاست معناها السابق، بتدل على الماضي، معنى كده ان الحاجه دي خلصت وانتهت في الماضي. ايه تاني من الكلمات المهمه جدا؟ كلمه اجو. كلمه اجو يا شباب اللي هي معناها منذ، ودي بتيجي لي في اخر الجمله وبيجي قبلها مده زمنيه. يعني مثلا اقول لك 2 days ago يعني منذ يومين. خلاص كده دايما بتيجي في اخر الجمله بيكون معناها منذ، بتدل على الماضي. ايه كمان يا مستر؟ ان واي سنه فاتت، يعني مثلا اقول لك ان 2022 يعني السنه 2022 دي انتهت خلاص، يبقى ان واي سنه فاتت بتدل على الماضي البسيط. طيب ايه كمان برضو من الحاجات اللي بتدل على الماضي؟ بيكون فيها يا شباب عندي كلمه زي كلمه one day او كلمه once او in the past. in the past معناها في الماضي، كلمه مهمه جدا وبتيجي كتير in the past. ايه كمان بيدل على الماضي؟ ان انا اقول لك مثلا once. طيب خلي بالك برضو في كلمتين كده بيجوا، كلمه was او where لو جات لي في جمله تانية بتدل على الماضي طبعا، وكلمه when اللي هو عندما انا كنت صغير when I was young، دي كده معناها ان الجمله اللي قبلها كانت في الماضي. طيب ايه بقى مستر قصه الكشاف؟ طالما انا شفت كلمه بتدل على ان الحدث ده انتهى بسميها كده كشاف او كي ووردز بيدل على الزمن. زي ما اتعودنا اول ما تشوف كلمه بتدل على الماضي لازم بقى تشوف الجمله دي مثبته ولا منفيه ولا سؤال. طيب يعني ايه اصلا جمله مثبته؟ جمله مثبته لو انت في الدرس كده او في المدرسه والمستر بيسالك مين هو عارف تكوين الماضي البسيط، هو هنا عايزك تقول لي الاثبات، يبقى تكوين الزمن هو اثبات الزمن. طيب الجمله المثبته او تكوين الماضي البسيط، الماضي البسيط يا شباب بيتكون من الفعل في التصريف الثاني. بدايه كده اول حاجه بتيجي في الجمله الفاعل، ان انا اقول مثلا اي او وي او يو او زي او طبعا اي اسم، زائد اهم حاجه بقى الفعل في التصريف الثاني. طيب يعني ايه الكلام ده يا مستر؟ بص يا سيدي، الافعال زي ما احنا عارفين بيتقسم الى 3 تصريفات، تصريف اول، تصريف ثاني، تصريف ثالث. طيب هناخد مثال كده بسرعه على فعل معين. خلينا نقول مثلا التصريف الاول اللي هو المصدر الفعل او المضارع بتاعه اللي هو يلعب معناها بلاي، ده فعل في التصريف الاول. التصريف الثاني ده هو الماضي البسيط اللي هو ان انا اقول الفعل اللي هو بلاي ولكن اخره اي دي، يبقى التصريف الثاني بيتم بان انا اضيف للفعل ايه؟ اي دي. طيب التصريف الثالث مش محتاجينه دلوقتي، فانا اقول بلاي الماضي منها بلايد اللي هو الفعل اخره اي دي. طيب الفعل ده معناه يلعب، لما اقول له بلايد معناه لعب. طيب نكمل كده ماشي. خلينا ناخد مثال ثاني على فعل اللي هو كلمه بيك. بيك يعني يخبز. طيب كلمه يخبز دي لو انا قلت مثلا بيكد عايز اضيف لها اي دي، طيب هي اخرها اي، في الحاله دي انا بضيف ايه؟ بضيف دي بس، يبقى الفعل لو اخره اي يبقى بضيف له دي بس، يبقى الماضي البسيط ينفع ان انا اضيف للفعل اي دي عشان اجيب الماضي منه، او ان انا احط له دي بس عشان اجيب الماضي منه. طيب خلينا ناخد فعل كمان كده، يبكي يعني كراي. كلمه كراي معناها يبكي، الماضي منها بقى يا مستر خلي بالك كراي واخرها واي، اخرها ايه؟ واي. اذا الفعل كان اخره واي، وخلي بالك من الحته دي، يسبقه حرف ساكن كونسونانت،
ايه اللي بيحصل بقى؟ الواي بتتشال وبتقلب الى اي اي دي. يعني كده لو انت بقى عايز تجيب لي الماضي من كراي يبكي، عايز تقول بكى فهتقول لي كرايد. خلي بالك كده هنضيف للفعل في النهايه يا شباب اي اي دي عشان اقول الفعل فين؟ في الماضي. طب ليه ضفنا الاي اي دي؟ عشان الفعل بينتهي بواي يسبقها حرف ساكن. يبقى اقول كرايد. طيب خلي بالك دول 3 حالات اهو. اول حاله الفعل اذا فعل عادي هنا الواي يسبقها حرف متحرك، عشان كده ما عملناش فيها اي حاجه، بنحط لها في الاخر اي دي. يبقى الفعل في التصريف الثاني نقدر نقول في تكوينه كده ان هو بينتهي اما ب اي دي او انه ينتهي ب دي لو الفعل طبعا اخره اي، او انه ينتهي ب اي اي دي. يبقى ده كده معنى الفعل في التصريف الثاني، معنى الماضي يعني. طيب قال لك ده ما كده سهله جدا يا مستر، اي فعل انا هحط له اي دي او دي او اي دي هيبقى ماضي. قال له بس خلي بالك بقى في حاله كده اسمها حاله الافعال الغير منتظمه. خلينا ناخد مثال عليها عشان تفهمه. لو جبنا فعل زي كلمه جو وقلنا لك هات الماضي منه، فانت هنا هتحتار هتحط دي ولا دي ولا دي. قال لك لا، جو ده ما بيرضاش ياخد الكلام ده، عشان كده سميناه فعل غير منتظم. طيب الافعال الغير منتظمه دي ايه حلها؟ افعال غير منتظمه ده يا شباب ملهاش غير حل واحد، تحفظ كما هي. وطبعا زي ما عودتك بحاول اسهل عليك كل حاجه، هتلاقيني سايب لك في صندوق الوصف ورقه واحده كده هتحفظك الافعال دي كلها بكل سهوله. طب هي كتير يا مستر؟ لا مش كتير ولا حاجه، انت بس ركز وانزل في صندوق الوصف حمل المذكره بتاعه الافعال الغير منتظمه وهتلاقي نفسك عارف تحفظها. وهسيب لك برده فيديو ازاي تقدر تحفظ الافعال الغير منتظمه. يعني يا مستر جو الماضي منها ايه؟ الماضي منها وينت، والتصريف الثالث منها اسمه جان ومش عليك دلوقتي، يبقى جو وينت. طيب في افعال تاني هم مش كتير، يعني انت مطالب انك تحفظ الافعال الغير منتظمه. طيب عايزين نلخص الكلام ده كله بقى يا مستر ونعرف الماضي البسيط بيتكون من ايه والجمله المثبته وناخد عليها امثله زي ما انت عودتنا. حاضر يا سيدي، نمسح بس الكلام ده كده. احنا فهمنا كده يعني ايه فعل في التصريف الثاني، اما انه يكون فعل منتظم باضافه اي دي او دي او اي اي دي، او فعل غير منتظم وده بيحفظ زي ما هو. ناخد بقى اللي احنا هنحفظه في البيت. الفعل في الماضي او في الباست بيتكون من ايه؟ الفاعل بيجي بعد منه الفعل في التصريف الثاني، يبقى ده اللي انا هحفظه بقى خلاص. الفعل، وبقى محدش يقول لي يعني ايه تصريف ثاني، احنا فهمنا الموضوع. في التصريف الثاني او التصريف الثاني للفعل او الفعل في الماضي. طيب ده بيكون ايه بقى؟ باضافه، ركز في الحته اللي انا قولها لك دي. الفعل في التصريف الثاني ده بيتم باضافه، حد يقول كده باضافه ايه؟ 3 حاجات. اللي فاكر بقى يقولهم لي. برافو عليك، ان انا اضيف للفعل دي او اي دي او اي اي دي. يبقى الفعل في التصريف الثاني باضافه دي او اي دي او اي اي دي. لو قلت لك امتى بضيف الدي؟ لو الفعل اخره اي. طب امتى بحط اي دي؟ لو الفعل جالي زي ما هو. طب امتى اي اي دي؟ لو الفعل بينتهي بواي يسبقها اي دي. طيب بيتكون من ايه تاني؟ الفعل في التصريف الثاني ده ممكن يكون في حاله ثانيه انه فعل ايه؟ غير منتظم. يبقى الفعل في التصريف الثاني بقى فيه منه نوعين، يا اما فعل منتظم يا اما فعل غير منتظم اللي هو بنسميه فعل شاذ. الفعلين دول بقى واحد بياخد اي دي في الاخر وواحد بحفظه زي ما هو. اتفقنا؟ الفعل غير منتظم اللي هو يحفظ كما هو، وخلي بالك لازم يتحفظ، يحفظ كما هو. ناخد عليه مثال زي ما اقول لك مثلا سي يرى الماضي منها سو. طيب نبدا مع بعض كده يا شباب في بقى جمله في الماضي البسيط وازاي نقدر نحل على السبوره. طيب خلينا ناخد الجمله دي وانت ابدا حل معايا. لما اجي اقول لك مثلا علي واقول لك نقط باسكت بول واقول لك مثلا اي كي ووردز من هنا، خلينا نقول لاست ويك. يعني ايه لاست ويك يا رجاله؟ الاسبوع الايه اللي فات. انا سامع حد بيقول يا مستر سهله خالص كده. ايه اللي سهل؟ انت اول حاجه بتعملها زي ما اتفقنا بتدور على الكشاف اللي بيدل على الزمن. ايه هو الكشاف بتاعي؟ لاست ويك. معناها ايه؟ معناها ان الكلام ده حصل في الماضي. ليه؟ هي اصلا معناها الاسبوع اللي فات. يبقى علي هيلعب الاسبوع اللي فات ولا لعب؟ ايه اللي خلانا نختار الماضي؟ لاست ويك. طب الماضي عباره عن ايه بقى؟ الفعل في التصريف الثاني باضافه دي او اي دي او اي دي او فعل غير منتظم. طب يلعب يعني ايه؟ بلاي فعل منتظم، يبقى هياخد القاعده اللي هي اخرها اي دي. طيب مين اللي خلاني احط الاي دي يا شباب؟ اللي خلاني احط الاي دي هي كلمه لاست ويك، ولو كانت يسترداي كنت حطيت الاي دي. يبقى معناها كده ان علي لعب كره الباسكت او باسكت بول الاسبوع اللي فات. طيب ناخد مثال تاني كده بسرعه. خلينا نقول زي يعني هم، ونقول مثلا نقط تو سكول، وهقول لك هنا كي ووردز جديده كده لازم تحفظها اللي هي مثلا yesterday. يعني ايه yesterday يا رجاله؟ يعني امبارح.
طيب طريقه الحل اللي احنا اتعودنا عليها، اول حاجه بتحدد زمن الجمله. طيب بحدد زمن الجمله من ايه؟ من الكي ووردز اللي هي كلمه يسترداي معناها امس. امس يبقى الكلام ده خلص خلاص، خلص خلاص يبقى اجيب فعل في التصريف الثاني. طيب هو الفعل هنا كان يذهب، يذهب يعني جو، هكتب هنا جو؟ لا خلي بالك يسترداي يبقى اكتب ايه؟ الماضي من جو. طب الماضي من جو انا مش حافظه، لازم تحفظه، عشان كده انا سايب لك في صندوق الوصف صفحه او ورقه هتحفظك الافعال غير منتظمه. جو يعني يذهب، ذهب الماضي منها معناها went، يبقى اقول هم ذهبوا الى المدرسه امبارح. اي حاجه غير كده هتكون غلط. ليه؟ لان هو محدد لي الزمن. طب هو في كل جمله هيجيب لي كي ووردز بتدل على الزمن؟ طبعا، الى ان طبعا تبقى في اولى ثانوي، في الحاله دي بقى هيبدا يعتمد على فهمك الى الجمله. طيب تاني كده يا شباب، حاله الاثبات في زمن الماضي البسيط، الفعل في التصريف الثاني باضافه دي او اي دي او اي دي، او انه يكون فعل غير منتظم بيحفظ كما هو. طيب لو انا الجمله منفيه زي ما قلت لك، النفي انت محتاج كلمه لا. لا في الماضي البسيط بقى، ودي لازم تحفظها، ودي خاصه بالماضي بس يعني ما هتشوفهاش تاني. كلمه لا الخاصه بالماضي البسيط وهي كلمه didn't. تاني كده اسمها ايه؟ didn't اللي هي did ومنضاف لها not، يبقى لا اللي هي يا شباب didn't. didn't معناها لا، بنفي بيها الماضي البسيط. didn't معناها يا شباب لا، بنفي بيها الماضي البسيط، لازم تحفظها. طيب نكتب القاعده كلها على السبوره كده. قلنا الفاعل بيجي عندي، بيجي بعد منه على طول، قلنا didn't زائد الفعل في المصدر. didn't بيجي وراها الفعل في المصدر. حد فاكر كنا بنقول على don't و doesn't ان هم بلطجيه؟ didn't نفس الكلام برضه، بيجي بعدها مصدر الفعل. يعني ايه مصدر الفعل؟ يعني هلغي بقى كل اللي انا عملته، يعني الفعل بدون اضافات، هنفهمه دلوقتي. طالما في didn't يعني في نفي، يبقى لازم يجي بعدها الفعل في المصدر. وركز بقى على الحته دي عشان دي التركايه اللي هو بيغلطك فيها. المصدر اللي هو بدون اضافات، المصدر اللي هو يا شباب بدون اضافات. طب ناخد مثال، كنا بنقول هنا علي played basketball. طيب لما اجي اقول علي ما لعبش كوره امبارح، خلي بالك بقى هيقول لك علي didn't، خلينا اكتب لك didn't يعني لا اللي هو النفي بقى. واقول لك نقط هصعبها لك شويه، واقول لك مثلا chess اللي هو الشطرنج، واجيب لك هنا كلمه last week نفس الجمله اللي فاتت. خلي بالك بقى لما كانت الجمله مثبته كان في الاسبوع اللي فات حطينا الفعل اي دي قلنا played، في الحاله دي بقى هحط الفعل اي دي؟ اقول لك لا غلط. ليه؟ مع ان يا مستر في الاسبوع اللي فات بس في نفي، طالما الجمله منفيه يبقى خلاص انا عرفت ان هي ماضي، يبقى didn't بتعرفني ان الجمله دي في الماضي. طب شرط didn't بيجي وراها الفعل بدون اضافات، يعني ما احطش بقى للفعل اي دي، غلط، ما اجيبش الفعل غير في المصدر. يبقى علي didn't play. ايه ده مش هقول played؟ لا didn't اوعى تنسى بيجي بعدها مصدر الفعل، والنقطه دي مهمه جدا يا رجاله. خد مثال تاني كده وانت ابدا حله معايا. عايز اقول مثلا we نحن نقط، انتهت الجمله كلها to school yesterday. نفس الجمله اللي هناك اللي كانت مثبته، كنا بنقول احنا رحنا المدرسه امبارح. هنا بقى عايز اقول احنا ما رحناش المدرسه امبارح. في الحاله دي انت هتعمل ايه؟ يلا حد يجاوب معايا. يا مستر الماضي بيتنفي بديدنت، يبقى اول حاجه هكتب didn't. اوعى تتلخبط بقى، بعد didn't الفعل بيجي فين؟ في المصدر. هي دي التركايه، عشان في ناس بتشوف yesterday امبارح فبتحط هنا الفعل في الماضي، اقول لك لا طالما في didn't مفيش حاجه تيجي بعدها. طب يذهب يعني جو، كنا بنجيب الماضي منها اللي هو went في حاله الاثبات، لكن في حاله النفي لازم اقول ايه؟ didn't go. اوعى تتلخبط. يبقى هكتب لك معلومه كده مهمه جدا تحفظها لي دلوقتي. خلاص؟ الفعل في النفي ياتي في المصدر بدون اضافات. خلاص يا رجاله، بيرجع لاصله بقى. عشان في ايه؟ عشان في didn't. هكتب لك القاعده اهي بخط كبير عشان تفضل فاكرها. didn't بيجي وراها الفعل في المصدر. الناس تركز معايا في الكلام ده يا جماعه. didn't بيجي بعدها الفعل فين؟ في المصدر. اوعى تتلخبط في الجزئيه دي. طيب كده احنا خلصنا الاثبات وخلصنا النفي. تاني كده الماضي البسيط الفعل بيجي في التصريف الثاني باضافه دي او اي دي او اي اي دي، ده لو فعل منتظم زي play played clean cleaned help helped. طيب لو فعل غير منتظم ده لازم اكون حافظه، زي ما اقول لك مثلا يعني اقول لك run الماضي منها ran go went sleep slept buy bought. الافعال دي لازم تتحفظ ما فيهاش كلام. طيب اذا بقى الجمله جايه لي منفيه يبقى didn't والمصدر. عايز اقول انا ما لعبتش اقول I didn't play. طيب ما ينفعش didn't played، لا غلط، didn't لها شرط بيجي وراها مصدر الفعل. طيب الحاله الثالثه وهي حاله السؤال. السؤال يا شباب يا اما يكون سؤال، قلنا السؤال نوعين، يا اما يكون سؤال بهل وهناخد القاعده بتاعته، يا اما يكون سؤال باداه استفهام. سؤال بهل او سؤال باداه استفهام.
طيب القاعده بتقول لي ان السؤال بهل انا محتاج كلمه في اول الجمله يكون معناها هل. قلنا كل زمن وله هل بتاعته. الماضي البسيط بينفى بديدنت. لما احب اسال بهل بسال بديد. يبقى ديد في اول الجمله معناها ان دي هل وان السؤال ده في الماضي، يبقى انا هسال بديد. ديد بيجي بعدها الفاعل، ديد علي، ديد زي، ديد وي، وبعد الفاعل ديد بلطجيه زي ديدنت بيجي بعدها ايه؟ الفعل في المصدر. يبقى ديد في اول الجمله معناها هل وبيجي بعدها مين؟ مصدر الفعل. اوعى تنسى ايه ده؟ يعني في السؤال برضو الفعل هيجي في المصدر. طب حد يسال بقى على الجمله دي. كنا بنقول علي didn't play. لما اجي اسال هقول ايه؟ did في الاول اللي هي معناها هل، وبعدين الفاعل اللي هو علي، هل علي، واقول له play chess yesterday، يعني هل علي لعب شطرنج امبارح. لما اجي اجاوب يا شباب بجاوب بحاجه من الاثنين، يا اما اقول يس يا اما اقول ايه؟ نو. لو قلت يس يبقى اقول يس ايوه علي لعب، هقول يس كوما وهعكس بقى علي مع ديد، فاقول له يس علي ديد، ايوه علي لعب. طب لو هقول نو اوعى تتلخبط بقى زي ما اتفقنا، نو علي ديد، لا ما ينفعش، طالما في نفي يبقى لازم انفيها، اقول didn't. نو علي didn't، علي ما لعبش. دي حاله السؤال بايه؟ السؤال بهل. طيب لو السؤال ده بقى جاي لي باداه استفهام. اداه الاستفهام الناس اللي ما تعرفش اداه الاستفهام، اداه الاستفهام اللي هي الكلمه اللي بتبدا ب WH زي كلمه what when where وهكذا، دي اسمها اداه ايه؟ استفهام. هنا بتيجي اول حاجه اداه الاستفهام رقم واحد اللي هو السؤال بأداة استفهام. متى، أين، what, where, when, how. طيب أداة الاستفهام لها شرط كده إنه لازم يجي وراها فعل مساعد. طب الفعل المساعد ده بجيبه منين؟ من زمن الجملة. إحنا استخدمنا هنا didn't وهنا did، فالفعل المساعد بتاع الماضي البسيط هو did دايما. طيب يعني did هنا هتيجي رقم 2 مش رقم 1. طب معناها إيه؟ ملهاش ترجمة. هي هنا كان معناها هل عشان في أول السؤال، لكن بقى لما بتيجي لي رقم 2 هي جاية عشان تعرفني زمن الجملة، عشان هي بتساعدني، عشان كده اسمها فعل مساعد. يعني أقول what did معنى كده إن أنا هسأل عن الماضي. طيب بعد did بيجي مين؟ الفاعل رقم 3، وهي برضو زي اختها كده بيجي وراها الفعل في المصدر. يعني عايز اقول سؤال كده لازم اقول اداه الاستفهام رقم 1 وبعدين ديد رقم 2 ورقم 3 الفاعل ورقم 4 مصدر الفعل. طيب هنقول مثلا سؤال على الكلام ده. هقول لك مثلا وير، اين. وير معناها ايه؟ اين. عايز اقول لك اين ذهب احمد، فهقول وير. طيب اقول بقى وير احمد ولا وير فعل مساعد؟ فعل مساعد. طيب انا بقول ذهب في الماضي، فهنا لازم اجيب ايه؟ رقم 2 اللي هي ديد، لازم ده شرط اساسي. واقول احمد. الخطوات دي لازم تحفظها، مثلا جو او بلاي، خلينا نقول جو، ولو قلنا بلاي معناها اللعيبه، يبقى هنا معناها اين احمد ذهب. خلاص كده يا رجاله. طب يا مستر ديد بيجي وراه الفعل فين؟ في المصدر في حاله السؤال، وده سؤال باداه ايه؟ استفهام. طيب اخر حاجه بقى عايز اقول لك على ملحوظه اخيره. كنا بنقول الفعل في النفي ياتي في المصدر عشان وجود ديدنت. طب الفعل شاطر يقول معايا في السؤال ياتي في المصدر برضه. ليه؟ عشان وجود مين يا شباب؟ عشان وجود ديد. خلاص يبقى ديد او ديدنت دايما بيجي وراهم الفعل فين؟ في المصدر. سهل كده. اللي احنا قلناه ده هو زمن الماضي البسيط باختصار شديد، وانا عايزك بقى اللي انت اخدته ده تطبقه. اطبقه ازاي؟ هتجيب كراستك وتجيب جمله واحده. جمله واحده، انا هقول لك الجمله. هتقول لي مثلا الجمله بتاعتنا اللي هي احمد جو تو سكول يسترداي، معناها ان احمد ذهب الى المدرسه امبارح، وتعمل علامه النفي تحتها كده وتكتب جمله منفيه. هنفيها ازاي يا مستر؟ هقول بقى احمد لم يذهب. انت قول احمد didn't go تو سكول يسترداي. طيب خلينا نرجع للجمله الاولى تاني اللي هي احمد went. وانت يا شباب خلاص طالما قلنا يسترداي يبقى ذهب في الماضي، يبقى احمد went تو سكول يسترداي. النفي بتاعها احمد didn't went ولا go؟ didn't go. برافو عليك. طب السؤال هقول ايه؟ did احمد go to school yesterday. طيب نكمل بعد كده. بيكون عندنا كلمه مهمه جدا، الكلمه دي اسمها used to. كلمه used to معناها اعتاد في الماضي، ولها علاقه بالماضي وهنفهم ده على السبوره. كلمه اعتاد معناها ان الشخص ده اعتاد انه يفعل الشيء ده في الماضي. طيب تعال نفهم القاعده بتاعتها بسرعه كده. زي ما اتعودنا عندنا 3 اشكال للجمله. جمله مثبته ان انا اقول لك ان الشخص اعتاد ان يفعل كذا في الماضي، وجمله منفيه انه لم يعتاد ان يفعل كذا في الماضي، وجمله سؤال هل اعتاد ان يفعل. طيب مع بعض كده هنحفظ القاعده بتاعتها وناخد عليها امثله على السبوره. بص يا سيدي، القاعده الاساسيه اللي انت هتحفظها، احنا اتفقنا ان كلمه used to هي معناها اعتاد ان. خلي بالك بقى كلمه used to بيجي قبلها فاعل، اي فاعل زي ما قلنا، سواء اي او هي او شي او ات او وي او يو او زي. يبقى اول حاجه فاعل يبدا بالجمله subject، وبعد كده كلمه used to معناها اعتاد
ان. خلي بالك بقى من الحاجه المهمه ان used to بيجي وراها الفعل في المصدر. يعني ايه بقى الفعل في المصدر؟ الفعل في المصدر يا رجاله هو الفعل بدون اضافات. تاني كده وبالراحه، used to لازم يجي وراها مصدر الفعل. طيب قول لي كده، اعتاد ان ياكل، هقول ايه؟ هو اعتاد ان ياكل، هقول he used to eat، ما ينفعش اقول اي حاجه ثانيه. خلاص، يبقى الفعل بعد used to في المصدر. طيب دي تمام كده يا مستر. اعتاد ان احفظ فيها ايه؟ قلنا هنحفظ الجزئيه اللي على السبوره، اللي احنا ممكن بقى نعمل زي ما اتعودنا كده مربع على الجزء اللي هنحفظه. طيب ناخد مثال على الكلام ده. تمام، خليني اقول لك هنا واحد مثلا بيقول وي، احنا قلنا بيجي قبلها اي فعل عادي، used to، مثلا we used to play chess، تعودنا ان احنا نلعب شطرنج. طيب مثال كمان بسرعه كده وافهم القاعده بتاعته. هنا بيقول لك مثلا I، خلي بالك بقى جمله مثبته، فاقول used to، ينفع هنا بعد used to اقول running مثلا؟ لا، run. خلاص، اللي هو مثلا انا اعتدت ان انا اجري، وممكن اقول مثلا بعد كده I was when I was young، لما انا كنت يا شباب صغير يعني. فانا بكمل الجمله عادي في زمن الماضي واقول I used to run when، عندما I was طبعا young، يبقى انا اتعودت ان انا اجري لما كنت ايه؟ صغير. خلي بالك بقى من المثال ده، انا عندي هنا كلمه I جاي وراها used to، على طول لازم يجي وراها الفعل فين؟ في المصدر. طيب الحدث ده كله تم فين يا شباب؟ في الماضي، يبقى used to هي معناها اعتدى ان، وبتعبر عن زمن الماضي، يعني العاده دي حصلت في الماضي. طيب دي كده القاعده، ايه بقى اللي انا احفظه؟ used to زائد المصدر. طيب عايز اقول بقى لم يعتاد ان، وهنا الطلبه بتغلط شويه. ليه؟ انت خلاص حفظت دي في حاله الايه؟ الاثبات، used to زائد المصدر. في النفي بقى، مش احنا قلنا ان الحاجه دي لها علاقه بالماضي؟ يبقى هنفي زي ما بان في الماضي البسيط بكلمه didn't. حد فاكر didn't كان بيجي وراها الفعل فين؟ برافو عليك، في المصدر. يبقى هنا هيجي وراها used to ولا use to؟ used to، use من غير دي، اوعى تنسى بقى، عشان ده اللي بيجي في الامتحان يجيب لك didn't نقط. ففي ناس كتير بتستعجل وبتكتب used to، لا didn't ما بيجيش وراها غير use اللي هي USA من غير الدي اللي في الاخر دي يا شباب. طيب used to بقى بيجي وراها برضو الفعل في المصدر بس كده. طيب يبقى الجمله عندي بتبدا زي ما اتفقنا ب subject اللي هو الفاعل، وبعد منه لما اجي انفي بقى اقول didn't. طب ليه اخترنا didn't؟ لان احنا قلنا اعتاد ان في الماضي، يعني العاده دي كانت فين؟ في الماضي. خلاص، يبقى لازم اقول كده didn't use to. طيب فين القاعده اللي احفظها يا مستر؟ اهي يا سيدي، لازم تحفظها. يبقى بنفي كلمه used to بايه بقى؟ didn't. خلي بالك بقى use to. طيب انا عامل لك علامه هنا كده عشان ما تنساش، حط عينك كده بعد didn't، لازم use مش used. طب ناخد مثال، انفي انت الجمله دي. هتقول لي يا مستر سهله. طيب قول لي كده يا سيدي، عايز اقول نحن لم نعتاد ان احنا نلعب شطرنج، هتقول لي بقى لم نعتاد، يبقى اقول didn't، يبقى use to. didn't يجي بعدها use ولا used؟ لا، قول لي used to يا مستر، احنا ما تعودناش. طب فين الدي؟ قول لي didn't اكلتها، ما ينفعش. قول مثلا play واي فعل يجي فين؟ في المصدر. سهله كده يا رجاله؟ سهله كده يا مستر. طيب اخر حاجه بقى وهي حاله السؤال في used to. طيب انا لما باجي اسال بستخدم يا اما اسال سؤال بهل، عندي نوعين من السؤال، يا اما ابدا السؤال باداه استفهام. هناخد الاثنين دلوقتي وهنفهمهم كويس جدا. طيب تعالى بس ناخد الاول السؤال بهل. قلنا لما يكون عندي فعل مساعد زي didn't، لما اجي اسال بقى بسال بي، وبيكون معناه did، معناه في اول الجمله هل. خلي بالك did كان بيجي وراها الفاعل. طب يا مستر ما ده ماضي بسيط، لا يا سيدي ما تصبر بقى، هيجي هنا use to، اوعى تتلخبط، use to ما بحطش دي برضو عشان did بيجي وراها use. خلي بالك دي بتيجي في الامتحان كتير، زائد المصدر. يبقى صيغه السؤال دي انا برضو لازم احفظها. ايه ده يا مستر؟ يعني انا احفظ شكل الجمله في الاثبات وشكل الجمله في السؤال زي ما اتعودنا يا شباب، وشكل الجمله في النفي. طيب did في اول جمله معناها هل، وده سؤال بيجي بعدها الفاعل زائد use to زائد المصدر. خلي بالك did او didn't بيجي وراهم use to. طيب اديني انت بقى سؤال على الكلام ده. عايز اقول هل انت اعتدت ان تلعب؟ يبقى اقول did وبعدين الفاعل، اي فاعل بقى did you did they حسب ما انت بتسال، وبعد الفاعل بيجي مين؟ الكلمه بتاعتنا اللي هي use to. طب هو بيجي في الامتحان ازاي؟ بيجيب لي did you نقط، فانت بقى بتتلخبط used ولا use. احنا اتفقنا ان did و didn't بيجي وراهم use مش used، يبقى use to
واهم حاجه برضو ممكن يسالنا عليها اللي هي المصدر. ما ينفعش هنا اول حاجه غير بلاي، ما ينفعش اقول بلايس ولا بلايد ولا بلاينج. الفعل في المصدر بعد يوز تو. هل اتعودنا ان احنا نلعب شطرنج لما كنا صغيرين مثلا؟ يبقى دي بتسال عن عاده في الماضي. سهله كده يا رجاله. اخر حاجه بقى لو عندي اداه استفهام، سهله ولا اي حاجه، هي اتفقنا السؤال باداه استفهام سواء كان وات او وين او وير او اي اداه استفهام لازم بعده فعل مساعد. طيب اعتاد ان يوز تو بيجي وراها ديد كفعل مساعد بس كده، زائد الفاعل وزائد طبعا يوز تو بلس الفعل في المصدر. تمام؟ اديني مثال. هل او لماذا او ما او مثلا اين اعتدت ان تعيش مثلا، فاقول لك وير اللي هي معناها اين، وعايز اقول بقى الفعل اللي هو يو لازم فعل مساعد الاول يا شباب. وير ديد لازم طبعا فعل مساعد ويكون خاص بالماضي عشان يوز تو بتعبر عن الماضي. وير ديد وبعدين الفاعل اللي هو يو. يبقى احنا نحفظ القاعده كده 1 2 3 4 5 واطبق اللي قدامي ده بالظبط. يعني اعتبر ان المربع اللي قدامك ده لازم تحفظه. وير ديد يو وبعدين يوز تو. لازم يوز تو عشان انا بسال هنا عن عاده يا شباب واقول له ليف بس كده. واكمل بقى ان ذا باست. يبقى اقول هنا يعني اين اعتدت ان تعيش في الماضي. سهله يا رجاله. يبقى انا بحفظ الثلاث مربعات دول شكل يوزد تو في الاثبات. حد بيقولها مستر طب ما تختصر الموضوع تقول لي ان في الاثبات اسمها يوزد تو، اما في النفي والسؤال طالما في didn't او did يبقى اقول يوز تو. صح كده؟ صح برافو عليك. وفي الثلاث حالات يوز او يوزد تو بيجي وراهم الفعل فين؟ في المصدر.